السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير، جمعتكم طيبة إن شاء الله. قصة جميلة وإن شاء الله تنال إعجابكم. هذه قصة يقول صاحبها وراويها: طلعت أنا وكفيلي في أواخر رمضان آه لأداء زكاة الفطر، وكفيلي كان معه ظروف، وفي كل ظرف مبلغ نوزعه للناس كزكاة فطر. وإحنا ماشيين في الطريق في عز الظهر استوقفنا موقف شايب كبير في العمر يمشي طريق يعني ساحلي أو يعني طريق سفر. المهم استوقفنا هذا العم، سألناه: يا عم كيف الحال، أخبارك؟ طيب الحمد لله. قلنا له: مالك تمشي في هذه الشمس ولا وين رايح؟ يقول: والله رايح أسوي عمرة إن شاء الله. قال له: طيب ليه ما تركب؟ قال له: والله يا ابني أنا عندي 100 ريال، ركبت ب 100 ريال وهذه ال 100 الثانية في جيبي. فقال له: طيب ليه ما يعني ما تركب، ما طلعت مع حملة مع كذا؟ قال له: والله يا ابني أنا جيت تهريب من اليمن وما عندي أدفع 2000 ريال رسوم العمرة للمكاتب. فيقول: توكلت على الله ومشيت، والحمد لله هذا أنا مشيت. قال: طيب يا عم ما حد وقفك في النقاط وكذا؟ قال لي: لا والله وقفوني، يمكن عدينا 5 نقاط تفتيش، ما حد كلمني إلين مسكتني دورية ودوني القسم. لما علموا صدق نيتي إني رايح أجيب عمرة وإني ماني داخل أشتغل، أطلقوا سراحي وزادوا وصلوني في الطريق. الله يجزاهم خير. فشاف الكفيل اللي عند صاحبنا اليمني وأعطاه ظرفين. قال له: يا عم تعرف العملة السعودية؟ قال له: أيوة أعرف. قال له: طيب افتح الظرف اللي عندك، الظرفين. ففتح الظرف الأول وجد فيه 5000 ريال، فتح الظرف الثاني وجد فيه 5000 ريال، يعني المجموع 10000 ريال سعودي. فبكى العم، بكى بكاء يبكي الحجر. فهدوا: مالك يا عم؟ نزلوا من السيارة ورشوه بالماء وهدوا، يحاول يعني يشوفوا ماله. الين هدأ شوي طلعوا في السيارة. ايش قصتك يا عم، مالك بكيت؟ قال: والله يا ابني دخلت، أنا عندي أرضين في اليمن في القرية. أرض بنيت فيها بيت لي ولأولادي، والأرض الثانية وهبتها لله سبحانه وتعالى. بنيت فيها مسجد من حجر وطين وسافرت. والله العظيم إني أحمل هم كيف أخلص هذا المسجد، كيف بفرشه، كيف بسوي الإضاءة والإنارة والماء وما إلى ذلك يعني. فسبحان الله العظيم الرزاق اللي جابكم لعندي وأعطيتني هذا المبلغ أخلص في بناء المسجد. فيقول صاحبنا: والله تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جلبت له الدنيا بحذافيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان همه بحذافيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت همه الآخرة جعل الله غنى في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. عندها الشرط صديقي أن يعطيه ظرف ثاني أو ظرفين. مبلغ الإجمالي كان 20,000 ريال. وقبل أن ينزل الرجل من السيارة، بعد طبعا ما وصلنا، نزل وهو يتمتم ويدعو الله ويبكي. وتذكرت حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فما أجمل التجارة مع الله سبحانه وتعالى، وما أجمل هذه القلوب الطيبة التي وهبت نفسها لله سبحانه وتعالى. قصة جميلة حبيت أشاركها معكم وأتمنى أن تنال إعجابكم. لا تنسوا اللايك والشير وخلي غيرك يستفيد، وأشوفكم على خير في أمان الله.